مساء الخير عليكم. بما اننا عملنا الفيديو اللي فات الفول السريع، فقلت لازم اعمل لكم اسرع خيار مخلل عشان تكملوا بيه وجبتكم. الطريقة سهلة جدا وسريعة، وتعالوا نشوف مع بعض اذا كانت تستاهل التجربة ولا لا. بس لو اول مرة تشوفوني، انا اسمي نانا عادل، ويلا بينا نبتدي الوصفة. هنجيب نص كيلو من الخيار الصابح الفريش، وعشان نعرف انه صابح يكون ملمسه ناعم ولونه غامق زي ما انتوا شايفين في الفيديو. معايا قرن من الفلفل الرومي، وده اختياري وممكن نبدله بقرن سبايسي. انا جبت هنا نص قرن من السبايسي عشان مش عايزاه يكون سبايسي قوي. معايا ليمونه مقطعه شرايح، فصين من الثوم المفروم. وللتتبيله هنحط معلقه من الملح كبيرة، وممكن بزيادة شوية على حسب رغبتكم، معلقة من السكر ونص معلقة من الكزبرة او الكمون. هنقطع المكونات بتاعتنا بالطريقة اللي انتوا حابينها، وممكن تسيبوا سليم بس تعملوا تشققات في الخيار كده من الجناب. وهنحط كل المكونات في حلة ستانلس عندنا كبيرة، او نحط في برطمانات ازاز، علشان خاطر هقول لكم ليه ما ينفعش نحطه في برطمانات بلاستيك. نبتدي ان احنا نتبل الوصفة بتاعتنا ونحط فيها كل المكونات. والخطوة دي مهمة جدا ان احنا نحط اهم حاجة المية تكون سخنة، لان دي اللي هتسرع عملية التخليل بتاعتنا. انا حطيت المية هنا بس كانت بردت شوية، فزودت مية مغلية من الكتل. اهم حاجة تكون المية مغطية الخيار بالكامل عشان كله يستوي مع بعض. والمرحلة التانية هنجيب نص كوباية من الخل، ودي تاني خطوة اللي هتسرع معانا عملية التخليل. من اهم حاجة خل ابيض. نبتدي نقلب كل المكونات مع بعضيها كده عشان نضمن، وممكن تزودوا الملح لو حابين. انا زودت الصراحة معلقة من الملح تاني كبيرة، حابين تزودوا ماشي، حابين تسيبوه زي ما هو برضو ده اختياري. هنا لو حابين اللون نكسره شوية ويبقى اصفر معانا، نحط ربع معلقة من الكركم، ودي اختياري برضو، ممكن تلغوها خالص. هنقلب كل المكونات مع بعضيها عشان نضمن ان هي يعني اتبلت كويس، وهنغطيها وهنسيبها لمدة 3 ساعات اكثر حاجة، يعني مش اكتر من كده، ويمكن اقل كمان. ونبتدي هنا كده بعد ما خدت معانا 3 ساعات ويمكن اقل. انا استخدمته اصلا قبل 3 ساعات وكان طعمه جميل جدا، ونقلته عندي في برطمان بلاستيك محكم. وبكده يكون خلصت وصفتنا. جربوها وقولوا لي رأيكم في الكومنتات، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والاشتراك عشان يوصل لكم كل جديد، واستنوني في وصفات تانية سهلة ولذيذة. دمتم بخير، واشوفكم في فيديو جديد. كل سنة وانتم طيبين.